ليه بنسعى في الاتجاه الخاطئ؟ في فيلم لوكا، الفيلم ده نزل من فترة، كان خفيف عادي زي بقية الأفلام بتاعة ديزني. بس اللي شدني الحقيقة في الفيلم ده هي لقطة واحدة بس. بعد ما لوكا غدر بصاحبه وقال عليه وحش قصاد أهل القرية، راح عشان يصالحه، لقى إن صاحبه دمر البيت بتاعه، وإن تدمير البيت ده ظهر الدافع الحقيقي. اللقطة اللي أنا عايزها، احنا كلنا عارفين إن هدف صاحب لوكا في الفيلم هو إنه يجيب فيسبا ويلف بيها العالم، بس الحقيقة إن ورا البوستر بتاع الفيسبا أو ورا البوستر بتاع الحلم المزيف هو عدد الأيام اللي قعد يعدها من بعد ما أبوه سابه، لحد ما زهق وقرر يشوف حلم يعوض بيه أو بالأصح يغطي بيه عن الجرح اللي سببه له والده. مش عايز اخش في تفاصيل الفيلم اكتر من كده، بس كل اللي احنا عايزينه نجرد الموضوع من الاحداث بتاعه الفيلم ونحط نفسنا مكانه. دلوقتي كام حاجة احنا عملناها قبل كده او كام حاجة احنا سعينا فيها بالاتجاه الخاطئ حرفيا، بعد ما وصلنا اكتشفنا اللي هو مش ده اللي انا كنت عايزه، مش ده اللي عوضني، ايه ده انا مستريحتش، ده غريب، انا تعبت عن الموضوع ده كتير. هو ده بالظبط الفكر، انك بتسعى في الاتجاه الخاطئ لانك ما عالجتش المشكله اللي تسببت اصلا في ظهور الحلم ده. الحلم او الهدف اللي انت سعيت فيه هو مجرد حاجه بس عشان تغطي الألم اللي حصل لك قبل كده، أو موقف معين حصل لك قبل كده، سواء موقف مثلا وأنت صغير مع أهلك خلاك تنعزل عنهم وتبعد عنهم، تقرر حتى لما تكبر تشتغل في أقصى سرعة عشان تنعزل عنهم وتستقل عنهم في بيت تاني، أو لما حبيبتك سابتك وأنت قررت تموف أون منها فرحت الجيم. المهم مش الزيت يا رحاب، المهم الرجالة اللي بتدين. كل ده ما اتعملش عشانك، كل ده انت ما عملتوش عشانك، انت اتعملته عشان تنهي موقف، عشان تغطي على موقف غير منتهي، او عشان تنتقم، او بالاصح عشان تهرب من شعور انت مش عايز تواجهه. وده بالظبط اللي انا عايز انصحك بيه. ما هي كل اللي انت محتاجه انك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك السؤال ده: انت بتعمل كل اللي بتعمله حاليا ده او اللي بتسعى له ليه؟ هل عشان نفسك وعشان ربنا، ولا لمجرد انك بتهرب من حاجه او بتغطي على حاجه معينه؟ وبس. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب. سلام.